مساكم الله بالخير. أنا ليوث المياحي وياكم. أرجو منك تخلي لايك وتشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات حتى توصلك فيديوهاتي. يلا بينا يلا. بمناسبة المحادثات بين أحمد فرحان ونادي نيس الفرنسي اللي تذكرني محادثات علي جاسم مع جنيت البلجيكي، قررت بداخلي أن أكتب عن انتقال أحمد فرحان ولأول مرة، لأني على يقين أن اللاعب لن ينتقل لا إلى نيس الفرنسي ولا إلى ريال مدريد الأسباني. والسبب بكل بساطة أن أحمد فرحان لاعب غير مؤسس بشكل صحيح، لاعب بالفطرة، لن يستطيع أن يتأقلم في الملاعب الأوروبية لعدة عوامل، منها اللغة، التأسيس والثقافة المختلفة، وعدد ساعات التمارين، والغربة، والبعد عن أصدقاء المنطقة، والمبلغ المادي الذي يتقاضاه اللاعب بدون جهد في ناديه العراقي. كل هذه العوامل تساعد أي لاعب محلي أن يرفض حتى ريال مدريد وبرشلونة. لا يوجد شيء في كرة القدم مكتمل بالفطرة. الفطرة كانت تساعد الفرق في القرن الماضي، لأنه لم يكن هناك احتراف في آسيا أيام المرحوم عمو بابا. أما الآن اللاعب المحترف يتدرب ما لا يقل عن 25 ساعة بالأسبوع، مع معدل جري يصل إلى 10 كيلومتر خلال 90 دقيقة، ودقة المناولة الإيجابية تصل إلى 75%. كل هذه الأرقام لا يمكن إحداثها بالفطرة. فأتمنى أن تخفوا علينا شوية هذه الأيام بالعروض المقدمة للاعب أحمد فرحان من أندية أوروبية. أنا أستطيع أن أرسل أحمد فرحان من خلف الكيبورد إلى نادي ريال مدريد. بعدما خرجت دعاية لأحدهم قال أن رونالدو ذهب بنفسه لأحمد فرحان ويطلب قميصه، وأنا أقرأ ما مكتوب قلت الله أكبر، العزة للعرب. انظروا، رونالدو بنفسه ذهب لأحمد فرحان حتى يريد القميص مالته رقم 17. خفوا علينا يا معودين شوية. أتمنى لأحمد فرحان أن يختار نادي عربي خليجي سعودي بدل أن يذهب بالتجربة إلى أوروبا، فأنا هنا ناصح له احترف عند الجيران أحسن. بالتأكيد نتمنى لك التوفيق في مشوارك القادم أينما تذهب. أنا هنا أنصح اللاعب، وأنا هنا داعم للاعب أحمد فرحان، لأن أحمد فرحان لاعب مميز، لا نريد أن يكون مثله مثل التجارب السابقة للاعبين آخرين، لكن الكلام شيء والواقع شيء آخر. أنا هذا بالنسبة لي رأيي لأحمد فرحان. أنتم شنو رأيكم بالنسبة لأحمد فرحان؟ تأيدون ينتقل إلى الدوريات الأوروبية أو إلى الدوريات العربية أو الخليجية، وخاصة الدوري السعودي؟ لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. كان وياكم ليوث المياحي، في أمان الله.